السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. طبعا هنا زي ما انتم شايفين، انا هعمل فراخ. معايا كمية البصل دي وكمية طماطم، ومعايا جزراية، ومعايا حوالي 5 قرون من الفلفل، وكم فص توم. طبعا المكان اللي انا بصور فيه ده يا جماعة عند بيت عمي، اللي هو يعني في اتجاه اللي هو عند بيت ابويا. فانا جايبه لهم معايا البهارات دي تشكيله بهارات هقول لكم عليها دلوقتي. ضربنا كل الكميه اللي انتوا شفتوها من الطماطم والبصل والفلفل، وهنا هضيف عليها الملح. والبهارات اللي انا حطيتها دي يا جماعه عباره عن اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بهارات فراخ، و7 بهارات، وبابريكا وكاري، وبهارات فراخ اللي هي المشويه، وكركم وكاري وبابريكا. بصراحة حطيت كل التوابل اللي تتخيلوها يعني. وزي ما انتم شايفين كده هنزل بقى فيها. دول 5 فرخات هتبلهم كده زي ما انتم شايفين. طبعا كان عندهم عزومة بنت عمي، وبصراحة انا رحت وقفت معاها يعني وكده. وهو ده المطبخ بتاعهم يعني. يا رب يفرحها ويسعدها، هي وكل البنات اللي زيها يا رب، اللهم امين. طبعا احنا عندنا بنعمل عزايم في العيد كتير، بس العزومة دي كانت بعد العيد. وعايزة اقول لكم على حاجة يعني. في حاجات هنا هتشوفوها انا عملتها في الفيديو، مش هتشوفوها في الاخر، لان بصراحة الاكل اللي انا صورته هنا جت كمية رجالة كبير، ما عرفتش ان انا اصور. في الصورة الاخيرة بتاعة العزومة بتاعتنا في بيتنا يعني، بتاعت بنت يعني اخت جوزي بقى. عزومتها برضو كانت رابع يوم العيد، اهل عريسها يعني وكده. وهنا برضو احنا هنعمل فرمنا البصل. اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هنا معايا كمية اللحمة دي 4 كيلو. سخنت الحلة جامد زي ما انتم شايفين كده، والصوت اللي انتوا سامعينه ده اللي هو مسخنة الحلة قوي. وهنزل فيها بكمية اللحمة كده زي ما انتوا شايفين. هنا بقى كده زي ما انتوا شايفين نزلت بكمية اللحمة اللي معايا كلها، وهبدأ اللي هو اقلب فيها يعني اديها تقليبات كده لغاية ما توصل للون اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. وبعد كده هبقى اضيف لها البصل كده بقى اللي هو ايه. هبدأ اقلبها زي ما انتوا شايفين كده، ولغاية ما انزل عليها يعني احس ان هي إيه، لونها غير خالص يعني. وبعد كده هنزل عليها بكمية البصل المفرومة اللي انتوا شايفينها دي، وهفضل برضو اشوح فيها مع البصل. انا كده سبتها على النار، مرات عمي بتقلب فيها. وهنا بقى هنعمل 3 اكياس بسبوسة زي ما انتوا شايفين، وهو ده النوع المتوفر عندهم يعني. هفضي الاكياس البسبوسة دي، وهنزل عليهم بنص مج من الجوز الهند، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. وبعد كده كمية السمنة اللي انتوا شفتوها في الطبق دي سمنة بلدي، سيحتها ونزلت عليها. كنت ممكن انزلها مجمدة، بس انا لا، حطيتها صيحة. بحس بفرق يعني. وهنا معايا اللبن، مش هنحط زبادي خالص يعني، هعجنها باللبن وبس. يعني عايزة اقول لكم كانت جميلة بصراحة يعني. بألف هنا للي اكل منها. ودي معايا الصينية الكبيرة اللي انتوا شايفينها ديت، اللي هحط فيها البسبوسة. يبقى احنا هنا كده عملنا الفراخ واللحمة، وبدأنا نعمل الحلويات. اول حاجة بسم الله، نزلت هنا يا جماعة والله العظيم مش عارفة، هو انا مفيش تركيز بصراحة. وعايزة اقولك والله الفيديو ده يعني تاني يوم العيد، فاللي هو مش عارفة يعني انا ما نزلتوش.
مش قادرة منتج والله، وعندي كمية فيديوهات بتاعة رمضان كتير قوي، بس الحمد لله ظروف بقى. هنا سويت البسبوسة زي ما انتم شايفين كده بنفس الطريقة. هدخلها بقى الفرن. هبعت اللي هي عليه يعني تدخلها الفرن. وهنا بقى معايا كمية طماطم حوالي دورق كده، اللي هو الشفشق بتاع الخلاط يعني، هنزل بيه على اللحم. يا جماعة هي دي طريقتنا في اللحمة، وفي طرق تانية كتير بس هي دي اللي عملناها في العزومة يعني. احنا بقى هنسيبها برضو مع نفسها كده، بس طبعا مش هننساها، عنا معاها. وهنا معانا الشربات او السيرم بتاع البسبوسة على البوتاجاز. وهنا هنزل على اللحمة ببهارات اللحمة، ومعلقة من السبع بهارات. وهعمل الكنافة، دول 2 كيلو كنافة. اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. كبت عليها كمية السمنة زي ما انتم شايفين كده، ونزلت عليها بشوية معلقتين حلوين كده من السكر الناعم، واللي هو هحاول ادمجهم مع بعض جامد قوي. اللي هو اخلي كل الكنافة تتشرب السمنة يعني. اهي هنا حطيت السكر اهو زي ما قلت لكم. هنا كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين، اللي هو خلاص يعني الكنافة كده اصبحت جاهزة معايا ان انا ارصها في الصينية. ومجهزة معايا حشو طبعا مكسرات اهي في الطبق اللي انتم شايفينه ده. وهنا حطيت سمنة كده في القاع بتاع الصينية من تحت. وهبدأ اللي هو ارص طبقات الكنافة الاولانية، علشان بعد كده هحط عليها المكسرات. انا مش هضغط خالص دلوقتي لسه. المكسرات دي زبيب وفول مطحون وجوز هند، يعني جوز الهند والمكسرات اللي هي عبارة عن جوز الهند والفول والزبيب. بس بصراحة هي دي الإضافة اللي احنا ضفناها، وحطينا كمية حلوة يعني. طبعا هنا الصينية دي مش هتاخد معايا ال2 كيلو، هتاخد حوالي 1.5 كيلو بس. وهرص الطبقة التانية بقى اللي هو اللي بعد المكسرات، هرص الطبقة التانية وخلاص. انا طبعا مش هضيف اي اضافات سمنة تاني، لان انا كده حاطة بزيادة وحاطة الكفاية. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا مش عارفة انام من النوم ونحسانة والله. المهم هنا هضغط بقى عليها بعد ما حطيت الكمية المناسبة للصينية، واي جنب بحسه خفيف شوية بظبطه. وبعد ما هخلصها هجيب صينية البسبوسة. انا هنا كده خلاص يعتبر خلصت. هجيب بقى هطلع البسبوسة وهدخل الكنافة. يا جماعة من سر نجاح البسبوسة مجرد ما تطلعيها وتحطي لها سيرم كده وتشربه، عارف ان هي ناجحة. خلاص بقى انا هنا سبتها تحط لها الشربات بتاعها. ودي كده اللحمة، وادي البسبوسة بعد ما حطت الشربات بتاعها، شايفين ما شاء الله عاملة ازاي. وهنا بقى عملنا كاستر برضو من ضمن الحلويات اللي عملناها. جبنا الاطباق اللي هي السيلفر دي وحطينا فيها زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله كنا عاملين كمية كبيرة يعني. المهم علشان ما تتوهش مني، الاطباق السيلفر دي كبيرة، واللي هتشوفوها في اخر الفيديو اطباق صغيرة، لان الاكل ده انا وريتهولكوا كده يعني، وريتكوا الحلويات اهي زي ما انتم شايفين. الكنافة عملنا كنافة وعملنا كاستر. طبعا خدنا كمية من الكاستر حطينا عليها شربات ومعلقة نشا تاني. وهنا هنعمل بقى فاصوليا، وعملنا اللون الاحمر اللي في وش الكاستر ده. هنا طبعا دي اللحمة، وجنبها على العين التانية بنقلي للفاصوليا. الفاصوليا طبعا انا بديها غلوتين على النار وانزلها واغطيها بغطا واسيبها في المية السخنة
بتكمل سواها. بصراحة بتبقى جميلة احسن من ان انتي بتسويها على النار يعني. هنا نزلت طبعا البخار جه على الكاميرا. هنا نزلنا بالفاصوليا، خلاص هنركنها بقى ونعمل البسلة. البسلة طبعا نفس التقلية بتاعت الفاصوليا. يا رب. انا هنا غسلتها مرة واتنين وهصفيها واحطها في التقلية كده. وهنا عملنا رز محمر اللي هو واحدة وواحدة، وده الفاصوليا واللحمة. وهنا هنعمل رز بالكاري، حطي جزراية مبشورة ناعم شوية وزبيب. وهنا الفراخ كنا طلعناها من الفرن وحطينا عليها فحمية. وهنا بقى سوينا الاكل خلاص. الرز ما شاء الله عايزه اقول لكم كان جميل جدا ما شاء الله. الاكل ده والله يا جماعه ما بات يعني، خلاص الله اكبر بقى الف هنا. كنا عاملين 5 كيلو رز، 2.5 اللي هو واحده وواحده، و2.5 اللي هو الاصفر والبسله والفاصوليا. اما العزومه بتاعتنا احنا اللي عندنا في البيت، اخت جوزي برضه عروسه وجرب يوم العيد عيدوا عليها. عملنا فراخ مشويه وذكر بط اهو، ولحمه كباب حله وملوخيه وسلطه، والرز اللي هو الرز بالكاري برضو بالزبيب، وسلطه وبسله وباميه، واللحمه الكباب حله وفراخ مشويه وذكر بط. بصراحه يعني وده عيش طري كده. طبعا ده سيف ابن اخت جوزي ده بالنسبه للاكل. وادي الحلويات اطباق سيلفر برضو، والكنافه والبسبوسه نفس اللي كانت عند بيت عمي. بس هنا الاطباق السيلفر دي عكس الاطباق اللي هناك يعني، دي حجمها صغير شويه. بس زي ما انتم شايفين ما شاء الله. بصوا الكنافه عايزه اقول لكم جميله جدا. يا رب الفيديو يعجبكم. يا ريت الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش باللايك.